فضيحة تاريخية للجزائر. هذه فضيحة، مؤامرة ما على بالناش من فضيحة لمن البلد الجزائر. تعرض المنتخب الجزائري لجدل واسع واتهامات بفضيحة تحكيمية خلال أولى مبارياته في كأس أفريقيا 2025 أمام منتخب السودان، قبل أن تنطلق صافرة البداية، وذلك بسبب تعيين الحكم الغابوني بيير آتشو لإدارة اللقاء، وهو الأمر الذي أثار غضب الجماهير والإعلام الجزائري. يأتي الجدل حول هذا التعيين بسبب سجل الحكم آتشو في مباريات المنتخب الجزائري سابقاً، حيث أثارت قراراته الجدل في النسخة الماضية للبطولة، خاصة فيما يتعلق بركلات الجزاء التي لم تحتسب، ما دفع الاتحاد الجزائري لتقديم شكوى رسمية ضده. ومع إعلان كاف عن إدارته لمباراة السودان، تصاعدت الانتقادات على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الجزائرية، معتبرين أن المباراة قد تتعرض لتحكيم مشكوك فيه. الإعلام الجزائري وصف التعيين بأنه مثير للجدل ويهدد نزاهة المباراة، بينما لم يصدر الاتحاد السوداني تصريحات رسمية قوية، إلا أن المتابعين أبدوا اهتماماً بالجدل وركزوا على أهمية أن يكون الحكم محايداً. فضيحة التحكيم في أولى مباريات الجزائر أمام السودان ليست مجرد جدل إعلامي، بل مؤشر على التحديات التي تواجه كرة القدم الأفريقية في الحفاظ على نزاهة المباريات وحيادية الحكام، مما يجعل هذه المباراة تحت مراقبة دقيقة من الجميع.